أولا القبور زيارتها بالمطلق في الأصل سنة. كنت نهيتكم زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم إليه الآخرة. ثانيا هناك تخصيص لزور زيارة قبور صالحين دون غيرهم زيادة على الزيارة العامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص أهل البقيع بالزيارة، وفي منتصف الليل تفقده كما في صحيح البخاري السيدة عائشة فتجده قائما في البقيع في منتصف الليل، ويخرج يشد الرحل من المدينة إلى أحد. أحد كانت خارج المدينة فتعتبر شد رحل، اللي يزور سيدنا حمزة وشهداء أحد. إذا لقبور الصالحين مزيد مزية. طيب دعوكم من هذا، ما تريد لا تعمل، لكن أنا بسأل سؤال أو أطالب بحد أدنى. أي حد يقول لك شرك لا تقبل. خلونا نتفق على هذا الحد اللي هو إيش؟ لا يمكن أن يكون شركا. تفضل. ها؟ ما أنا قلت في المرة الأولى الزيارة العامة مشينا عليها، ثم بنيت عليها الشيء الثاني، إيش؟ زيارة من؟ الصالحين على وصف خاص، بمعنى أن هناك مزية خاصة في زيارتهم. أما السؤال عن التبرك، هل أصلا مفهوم التبرك مطلق التبرك موجود في الإسلام ولا لا؟ بلى موجود. تعال أقول لك، هل تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تبرك. أول قل لي أيوة ولا لا وبعدين برر. تبركوا بالنبي، تمام؟ وأنت تقول لي هذه خاصة بالنبي، أنا أقول لك لا. تبركوا بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فقبلوا يده لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بأيدي المسلمين في الحج وهو أفضل منهم. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحج لما جاء ليشرب قال العباس له إن أيدي الناس قد خاضت في المكان الذي يملؤونه بالسقيا فننزح لك. قال بل أريد مما وضع المسلمون في أيديهم. قال الراوي يريد بركتهم. فمفهوم التبرك في التأصيل الشرعي موجود عندنا. الفكرة أصلها الأصل فكرة التبرك موجودة عندنا في الشريعة. يجي بعد ذلك يريد أحد يمنعها عن شيء، هو يأتي بالدليل على المنع. ما هو التبرك المشروع الذي يعتقد فيه صاحبه أن الأصل في العطاء والمنع من الله عز وجل؟ طب لماذا أنا أتبرك؟ لأن الله عز وجل شرع لي ذلك على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تبركوا بالنبي ولا ما تبركوا بالنبي؟ تبركوا. تبركوا بالصحابة ولا ما تبركوا بالصحابة؟ طيب خذ اقرأ في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. طبعا تسمع عن الحافظ ابن كثير مفسر القرآن وصاحب التاريخ. اقرأ قصة جنازة الشيخ ابن تيمية واذكر وانظر وصفه لمدى التبرك الذي حصل بماء غسل ابن تيمية، بماء غسل ابن تيمية، بالزيبق الذي كان يلبسه لتنفير القمل، باعوه بكذا وكذا ليتبركوا به. فتقول لي مالنا ومال فعل العوام؟ أورده على وصف الإقرار الحافظ ابن كثير. طب خذ أنت ما تريد تتبرك لا تتبرك، حقك، لكن أن تربط المسألة بعقيدة يرمى بسببها مسلم بشرك، هنا نقلة أخرى. عندي أدلة في الصحيحين وفي غيرها على التبرك بالنبي وعلى التبرك بالصحابة وعلى التابعين وتابعي التابعين استمرت من بعدهم، وتبركوا بآثار أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه، تبركوا بآثار الشافعي، تبركوا بآثار أبو حنيفة، مالك، تلاميذهم الكبار الآخذين عنه، بل أكثر من هذا هم تبركوا ببعضهم. الإمام الشافعي تبرك بغسول ثوب أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل تلميذه. أين هذا توجد؟ هذا في طبقات الحنابلة ثابتة. تقول لي لا الدليل من الكتاب والسنة. أنا قلت لك قبل شوي إذا المسألة تعتبر عقيدة شرك وإسلام، لا معنى الشافعي مشرك وأحمد بن حنبل مشرك وكل اللي ذكرناهم أصبحوا مشركين. لما أقرأ في صحيح البخاري في 5 مواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، تمام؟ وفي رواية من روايات البخاري إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
ويأتي شخص يقول لي لا، النبي يقول ما أخاف، أنا أخاف عليكم تشركوا. لا، أنتم أشركتوا. يأتي يستشهد لي بحديث في صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وفي رواية حتى تهتز إيليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أنا كنت مستغرب من هذا الحديث اللي درسته سنة ثانية إعدادي وأنا في جدة. فلما رجعت إلى أحد أساتذتي من مشايخنا الحضارمة الموجودين في جدة قال لي لا، ارجع لصحيح مسلم، لأن الحديث في مسلم. تعود لما يشكل عليك نص ارجع للأصل. رجعت لصحيح مسلم، فوجئت وصدمت أن الحديث له تكملة، وتكملته أن السيدة عائشة سألت النبي لأنها استغربت: كنت أظن أن الله قد أتم هذا الأمر، يعني ما عاد في شرك. قال: إنه كما ذكرت يا عائشة، غير أنه في آخر الزمان تهب ريح طيبة تقبض روح كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى قوم لا خلاق لهم فيلحقون بعبادة الأصنام. هذا منطوق النص. مفهوم النص إيش؟ إذا جمعنا الحديث مع لا أخاف أن تشركوا بعدي مع حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم كافر مشرك صوفي وهابي وتضاربوا وتقاتلوا. إذا جمعنا الحديثين مع بعضهم البعض، والحديث الثالث هذا معناه قبل هبوب الريح الطيبة ما في شرك في الأمة. شرك بمعنى المخرج عن الملة، الذي بسببه داعش في مجلتهم قبل حادث قتل المصلين في جامع الروضة أصدروا فتوى بجواز قتل الصوفية لأنهم مشركون يتبركون، وبعدها بشهرين ثلاثة قتل المصلون وهم يصلون في داخل مسجد الروضة. هذا مرتبط بهذا، لا ينفصل عن هذا. مشرك كافر مرتد حلال الدم يستتاب وإلا أبيح دمه. المتعقل من إخواننا هدانا الله وياهم يقول لك إيش؟ أيوة، ولكن هذا ليس من شأن الأفراد وإنما من شأن ولي الأمر هو اللي يقتلهم. شكرا، ولي الأمر يقتل. طيب، فإذا قتلهم أحد من الأفراد لا قصاص، لأن عليه فقط إثم الافتئات على ولي الأمر، يعني يعزر بس بغرامة ولا بكم جلدة ويخرج شكرا بعد ما يقتل. هذا أعقل من يطرح هذه الأطروحة. هي القصة ليست قصة التبرك. التبرك ثابت وألفت كتب فيه ويمكن أحيلك على بعضها إذا أحببت. القصة كيف تنظر إلى من يخالفك الرأي في المسألة. هل ينظر إليه على أنه مشرك خارج عن الملة أو اختلاف في الفقه؟ يعني أنت تراها فقه ولا عقيدة؟ حلال وحرام ولا كفر وإسلام؟ شكرا، تفضل اعتبرها حرام وخذ بفتوى اللي يقول حرام وحقك، لكنك بتحترم فتوى اللي يقول يجوز، لأنها مش عقيدة. حلال وحرام، ما دام حلال وحرام معناه جاز الاختلاف فيه، كل بحسب الدليل الذي فهمه. هنا الناس تعيش تمام. لأن احنا ندعوك تقول لك روح تبرك وإلا ما بتدخلش الجنة، كما الآخر لا يقول لي لا تتبرك وإلا أنت بتدخل النار. جنة والنار دي خلوها له سبحانه وتعالى، ما هي شغلنا. هاد دليلك، أخذت بدليله، أو العالم أخذ بالدليل والعالم ما أخذ بالدليل، هذا راجع إليه. لكن كفر وإسلام شرك مخرج عن الملة قصة ثانية. بغض النظر عن ثبوت الدليل أو من عدمه، ما الفائدة من وراء التبرك؟ شيء شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدم من فائدة. هذا واحد. اثنين، تسألني عن إيش المعنى الذوقي. المعنى الذوقي أدب مع الله سبحانه وتعالى. ليش الله عز وجل طرد إبليس؟ إبليس زنى لما الله طرده؟ شرب خمر؟ لأنه رفض أن يعلن اعترافه بتبجيل الله من بجله واصطفاه من عباده. الملائكة ليش قربوا؟ لأنهم قبلوا وسجدوا. احنا عندنا السجود حرام لغير الله عز وجل، مش شرك بالمناسبة إلا لو نوى به العبادة، بدليل سجود يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده ليوسف. شرع من قبلنا ليس بالضرورة أن يكون شرعا لنا، ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم حرم السجود في شريعتنا، فلا يجوز للمسلم أن يسجد لغير الله. لكن هل السجود يعتبر عبادة في هذه الحالة؟ لا. في شيء اسمه سجود التحية في شرعتنا حرام، في شرعة من قبلنا حلال. ما الفرق بينه وبين الشرك؟ الشرك الذي ينوي فيه الساجد أن يعبد، والنية هذه ما تقدر أنت تحكم عليها إلا إذا قالها. لكن سجود الملائكة لآدم، سجود التحية، هذا فيه اعتراف لله بأني يا رب أنا قبلت وسلمت لمعنى اصطفائك لعبادك الصالحين. هذا المعنى، وتسليمي وإقراري باصطفائك لعبادك الصالحين يكون سببا لارتقائي في صلتي بك. بيجي هنا واحد يقول هل الله يحتاج واسطة؟ طبعا ما يحتاج واسطة. طب الله يحتاج صلاة؟
الله يحتاج صيام؟ ما يحتاج شيء من هذا، لكن شرع لي الصلاة وشرع لي الصيام، شرع لي التبرك من هذا الباب. والله عز وجل أودع في نورانيات الصالحين من الأنبياء، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من الصالحين فيهم نورانية، النورانية تسري منهم إلى ما يحيط بهم. الحين أنت يوم تحج ما هي الأفعال الأساسية التي في الحج؟ طواف، تمام. يوم تطوف ماذا يسن لك أن تفعل بعد الطواف؟ تصلي ركعتين، السنة تصلي ركعتين فين؟ واتخذوا من مقام إبراهيم. إيش هو مقام إبراهيم يا شباب؟ مكان عليه أثر أقدام سيدنا إبراهيم. تبرك ذا ولا مش تبرك؟ منصوص عليه في القرآن. أنت لما تسعى من الصفا للمروة إيش السعي هذا؟ محاكاة لفعل من؟ هاجر عليه السلام من الصفا إلى المروة كانت تبحث عن زمزم بكله. إيش هو؟ تبرك ولا ما هو تبرك؟ زمزم هذا تبرك ولا ما هو تبرك لما تشربه؟ تتبارك به ولا ما تتبارك به؟ الحجر الأسعد بركة ولا ما هو بركة؟ الحطيم الملتزم بركة ولا ما هو بركة؟ الله سماه بيتا مباركا وسمى الماء ماء مباركا. فالبركة، تفضل يا سيدي. أهل قريش كانوا بيعبدوا ربنا وكانوا على الدين الحنيف ماشي لحد ما بدأوا يتقربوا لله باللات والعزى. شكرا. أنا لما رحت الحسين لقيت ناس بتطوف حوالين الحسين. الله يفتح عليك. زمزم دي معجزة، كون ربنا يخرج مية دي معجزة، إنما أي حد تاني ولا الأنبياء ولا كده لما أنا أخش ألاقي الناس بتطوف حوالين ضريح ده مش نبي أو دي معجزة، إنما زمزم معجزة. تمام. فالمعجزة يجوز نعبدها من دون الله؟ لا، فهمت سؤالك الأول وحرد عليه، بس أنا على الجزء معلش واحدة. أنا فهمت سؤالك الأول وحرد عليه، بس أنت في الجزء الثاني من السؤال قلت حاجة وحاجة تحتاج إلى إعادة نظر منطقيا. هكذا أنت تقول أن هذول 40 وغيرهم ما ينفعش، لكن دول معجزة، فالمعجزة يجوز أني أشرك بها؟ بس الشرك ممنوع هنا وهناك. دي ذكرت في القرآن. طيب حاجة مذكورة في القرآن يجوز أن أتخذها من دون الله؟ لا ذي ولا ذي ولا شيء. دي سنن في الحج، يعني دي سنن في الحج. في الحج يجوز أن أتخذها من دون الله، هذه وهذا. بجيك للنقطة الأولى اللي أنت كنت تذكرها يا سيدي. أنت كنت تقول أن قريش جابوا آثار صالحين وعبدوها من دون الله، صح؟ أيوة، لما جاءوا يتقربوا بها قالوا إيش؟ النص اللي في القرآن قالوا إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش قالوا؟ نعبدهم. هل يوجد أجهل جاهلة من الأرياف، يعني من الطيبات اللي يجوا من أرض أماكن الفلاحين، وتوقف عند سيد أحمد البدوي تقول حياة سيد جدك النبي سيد أحمد البدوي الجاموسة بتاعتي عاوزاها تشفى؟ تمام؟ في نموذج أكثر صارخ أكثر من كذا؟ تمام، حلو كذا. هل هذه تعتقد أنها تعبد البدوي من دون الله أو ليقربها إلى الله؟ تعبد، هذه منتفي. أن تسيء اللفظ تعدل. أن نرى إنسان يطوف نقول لا يجوز، لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة. لكن لما تنقل المسألة أنه أصبح مشرك مقارنة بكفار قريش، هذه هستيريا. كفار قريش نصوا على أنهم عبدوهم ليتقربوا إلى الله. ما في مسلم يعبد ليتقرب إلى الله يعبد غير الله. المثال اللي قلت لك إياه هذا حصل بالفعل. هذا أيام الشيخ الإسلام أحمد الظواهري رحمة الله تعالى عليه، قبل ما يمسك الإفتاء وقبل ما يكون في الأزهر، كان شيخ الجامع الأحمدي في طنطا عند سيدي أحمد البدوي. سيدي أحمد البدوي من كبار أئمة المسلمين، واشترى عليه بعض سفهاء عصرنا اليوم من المتسلفة بكتب ادعوا زورا وكذبا عليه أنه يهودي وأنه عبيدي فاطمي إلى آخر الكلام. اقرأوا ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، تعرفون من هو أحمد البدوي. ومن المجاهدين في سبيل الله، كان يخرج مع تلاميذه للكر على معسكرات الفرنجة أيام الحروب الصليبية المحتلين ويحرر الأسرى. العوام صاروا يقولوا جلاب اليسرى، أصلها جلاب الأسرى.
كان يخرج في الليل مع تلاميذه يجاهدون في سبيل الله، والملثم يتلثم ويخرج مش عشان يطوي جمال وجهه عن الناس كما يقول المتأخرون، كان يتلثم ليخرج للجهاد في سبيل الله. سيدي أحمد البدوي كان جاء الشيخ محمد عبده، معروف الشيخ محمد عبده، وله تأثر ببعض الآراء التي عندها مبالغة في الحذر من مسألة القبور، فجاء وزار الشيخ أحمد الشيخ الأحمدي أبو النور وقال له قوم نقرأ الفاتحة عند الشيخ البدوي ونخرج. فقاموا يقروا الفاتحة عند السيدي أحمد البدوي، فجات امرأة من الطيبات أمية لا تقرأ ولا تكتب، والنبي يا سيد أحمد البدوي تشفي لي الجاموسة بتاعتي. فالشيخ محمد عبده هاله، هي العبارة لا تليق، هالته العبارة، فقال لها يا ولي أنت، قال له الشيخ أنت يا شيخ سايب الفوضى دي ازاي، ده شرك، تقول اشفي لي الجاموسة. قال له بالراحة يا شيخ محمد، يا ست انت يا ولية. قالت ايه يا مولانا. قال لها انت تعتقدي ان احمد البدوي هذا رب مع ربنا عشان يشفي لك الجاموسة؟ قالت له انت جرى لعقلك حاجة يا مولانا، ده ميت هو في ربي يموت، انا كمني ما بعرفش زيكم اقرا واكتب، لازم كل حاجة اقولها وزنها. والتفتت الى الشيخ محمد عبده، كان لابس جبة سوداء، وانت جايب القسيس هنا ازاي عن سيد احمد البدوي تقول؟ فضحك الشيخ احمد يا ابو النور وقال انظر يا شيخ محمد عبده، شككت في عقيدتها فنفت اسلامك. فهي سيدي هذه الحساسية قبل القرن الثامن ما كانت عند المسلمين بالطريقة هذه، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية. وشوف أنا أقول شيخ الإسلام، هذا الفرق بين طرح تسمعوا مني وبعض الطروحات المتهجمة. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وله اجتهادات خالف فيها من قبله في هذا الباب في هذه المسألة، وسار على هذا النهج الإمام الحافظ ابن القيم وبعض تلامذة ابن تيمية، ما هو كلهم. ثم خمدت هذه المسألة حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ دعوة، أخذ من الشيخ ابن تيمية الجزئيات التي فيها شدة الهجوم والتكفير لأهل القبلة على مسائل هي محل خلاف، والخلاف فيها معتبر بين السابقين من أئمة المسلمين. فتشكلت فكرة أن الخطر، كل الخطر الآن أن الناس ستشرك، ستخرج من الملة، ونظر إلى الموحدين بالشرك، واستحلت دماء على مدى 150 سنة بسبب هذه النظر، ولا تزال اليوم تستحل دماء، إلى اليوم لا تزال تستحل دماء. يا شباب من أراد منكم أن يزور الأولياء يزور، من أراد يتبرك يتبرك، من لم يرد فلا يفعلن. لكن أرجوكم احذروا من شيء، أن تجلسوا أنفسكم على عرش الربوبية فتحكموا على مآلات البشر. هذه منازعة لخصيصة من خصائص الربوبية، مآلات البشر وعقائد البشر في بواطنهم بينهم وبين الله جل جلاله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، حديث صحيح. فنتقي الله في أعراض المسلمين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فكيف إذا كفرت إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أنت لم ترق لك المسألة لا تفعل، لكن احترم من راقت لهم على أسس وعلى أدلة عليها غالبية علماء المسلمين لمن أدرك وطالع، والله أعلم.